اللي بيساعدنا ان احنا نحافظ على عظمنا غير الاكل الحركه. لو في البيت الحركات اللي بتساعد على المقاومه للحوض، المفاصل الحوض وكده، ان الواحد يقعد في الوضع بتاع القرفصه ويقوم من غير ما يسند. طبعا لو الواحد ما عندوش لياقه في الاول هيبقى صعب قوي، يبتدي بالتدريج يسند شويه ويقوم. بالتمرين لازم يقدر يقوم من غير ما يسند. الأسهل نبتدي مثلا من على كرسي مش واطي قوي، نقعد ونقوم من غير ما نسند. بعد شوية نشيل حاجة طبعا تكون مش هتتكسر أو مش هتقع علينا تضرنا، نشيل حاجة ونقوم بيها من غير ما نسند. اللي معروف كمان الخبط على العظم بيساعد على زيادة الكثافة. الخبط بيجي ازاي؟ من النط. بس تاني لو حد ما عندوش لياقة ما نقدرش نقول له اطلع سلمتين ونط، كل حاجة بالتدريج. الواحد ممكن ينط شوية في مكانه، بعد شوية لما اللياقة تزيد يبتدي مثلا يطلع سلمة وينط، سلمتين وينط، بس كفاية. مش هقول أكتر من كده عشان محدش يقع ويتكسر.